صباح الخير. صباح الخير. ان شاء الله النهارده احنا رايحين الجامعة المصرية اليابانية ايجاست في مدينة الاسكندرية، مدينة برج العرب بالتحديد. وان شاء الله يكون يوم لطيف، بس نبدأ يومنا بان احنا نروح نجيب القهوة. يلا بينا. كل حاجة متكسرة هنا، شكلهم بيعملوا صيانات وحركات. يا رب بس القهوة تكون لسه موجودة، أهم حاجة القهوة تكون لسه موجودة. صار عايز أمريكان لارج. مفيش ساندوتش. في مين تاني هنا نجيب منه سندوتشات غير ماك؟ اللي هو البيكري اللي قدامنا ممكن دونتس، ممكن غيره في ماك بقى كده. غيره. انت منقي لي المقاطعة، مفيش حد مش مقاطع هنا؟ في التنظيمه كده، لا مفيش حاجه. اوكي. مش عارف الصوت اخباره ايه. هل في مشكله بسبب صوت التكييف اللي شغال في العربيه ولا لا؟ بس انا هشغل المايك كمان شويه، ثانيه واحدة. بسم الله. اشتغل من المايك، معرفش العزل شغال في المايك ولا لا. اتمنى كده العزل يكون شغال، بحيث يعني يعزل الاصوات الخارجيه، يعني ده قصدي بالعزل. طيب، بسم الله. محبش اول رشفه دايما من القهوه، خصوصا لما يكون من بتاع البلاستيك دي، لان هي للاسف يعني اول رشفه دي بتكون عباره عن رشفه بخار سخن مولع نار، مش رشفه قهوه. ولذلك بفضل ان اول رشفه دايما تكون والغطا ده مفتوح. بس بما اني على طريق سفر، وموضوع انه يعني احتسي القهوه من غير الغطا الاسود ده، يعني موضوع صعب جدا الحقيقه.
بس هحاول. يا رب ما تلسوعش، انا عندي محاضرة. حاول ابرده شوية يعني. مم. الله 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 نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يا سلام. الله. هذه الآيات أحب جدا أن أستمع إليها بصوت الشيخ الطبيب القارئ أحمد نعينع. خلينا نسمعها سوا. الله. الله. يا سلام. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله الله. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه الله 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 الله. نور على نور. الله. يا سلام. يا سلام، ما أعظم القرآن. يا سلام. يهدي الله بنوره من يشاء. يا رب. اللهم اهدنا لنورك يا رب. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله 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 الله. آيات رائعة. آيات. يا سلام يا سلام. والله كل القرآن جميل، كل القرآن جميل، ولكن يحتاج إلى تدبر وتذوق. يا سلام. من الحاجات الحلوة برضو اللي بتساعد على التدبر انك تستمع للقرآن بصوت شيخ
يفهم ما يقرأ ويعيش ما يقرأ. فطبعا يعني عشان يعني تستمتع فعلا بالقرآن وتعيش الأجواء بتاعت كل آية، ده صعب مع القراء الجدد إلا من رحم ربي يعني. لكن عايز بقى تستمتع بقى، خد المنشاوي بقى، يا سلام يا سلام، منشاوي وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل ونعينع يعني نعينع مش من القدام قوي يعني، يعتبر جديد نعينع برضو. لكن شعيشع مثلا، يا سلام، ناس بتعيش مع القرآن مش بتقرأ القرآن. إن شاء الله محاضرة النهاردة هتكلم فيها عن بعض النصايح اللي أتمنى لو أن الزمن يعود بي إلى مدرجات كلية صيدلة، إنه حد أكبر مني يقعد معايا ويقول لي خلي بالك من نقاط 1 و2 و3 و4، بس بتعديلات خاصة ب 2025 2026 والمستقبل. لأنه بالتأكيد النصايح اللي كان حد هيقولها لي وأنا لسه في الكلية من زمان مش زي النصايح اللي أنا لو أنا طالب النهاردة أحب إنه حد يقولها لي أو أتمنى لو أنا كنت طالب في الكلية النهاردة في 2025 أتمنى إن حد يقولها لي. حاجات خاصة بطريقة التفكير، بالسلوكيات، بالمهارات اللي انت محتاجها، بالمستقبل شكله هيكون عامل ازاي. حاجات كتير الحقيقة نفسي اني اوصلها لنفسي وانا طالب في الكلية. الحاجات دي كانت هتوفر عليا وقت وهتوفر عليا مجهود وهتوفر عليا اخطاء وقعت فيها. فربنا يقدرني واقول حاجة مفيدة ويعني الواحد يعمل فرق في حياة ولو طالب واحد. من كام سنة كده على فكرة أنا كنت مثلا بقول للطلبة لازم تتعلم ديزاين، لازم تتعلم الفوتوشوب أو أي أداة من أدوات الديزاين، علشان الديزاين حاجة أساسية دلوقتي مش حاجة رفاهية أو حاجة اختيارية. لأنه أيا كان شغلانتك أنت هتحتاج تعمل ديزاين لشيء ما في شغلانتك دي. النهاردة أنا ما بقولش للطلبة اتعلم الفوتوشوب أو اتعلم تشتغل ديزاين بإيدك. النهاردة بقول للطلبة اتعلم إزاي تعمل ديزاين بروفيشنال بالاي اي، بالذكاء الصناعي. التول اختلفت بس المهارة لسه مطلوبة زي ما هي. يعني المهارة ما اتغيرتش، اللي احنا محتاجينها محتاجينك تعرف تعمل ديزاين. التول بس هي اللي اتغيرت، بدل ما كنت بتشتغل الديزاين خطوة خطوة بإيدك، النهاردة في أداة بتعمل لك الديزاين، بس انت لازم تعرف توصف اللي انت عايز الأداة تعمله للأداة عشان تطلع بأفضل نتيجة. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمن يا دنيا الدواهي،
تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. لو هلخص كلام كتير انا ناوي اقوله النهارده فهقوله لكم في جمله واحده: اتعلم حاجه عن كل حاجه وكل حاجه عن حاجه. اتعلم حاجه عن كل حاجه واتعلم كل حاجه عن حاجه. يعني ده ملخص كلام كتير انا ناوي اقوله النهارده. ليه سورة يونس هي أخصر المواطن، ولماذا سميت بسورة يونس بقى؟ ما هو يا جماعة سورة يونس دي لو احنا تأملنا السورة هنلاقي سورة يونس متكلمة عن موسى عليه السلام وأسهبت في ذكر موسى مع قومه، وبعدين ننتهي من قصة موسى مع قومه هتتكلم عن نوح مع قومه وأسهبت في ذكر نوح مع قومه، ولم تسمى بسورة نوح ولا سميت بسورة موسى، وإنما سميت بسورة يونس. طيب ليه؟ ليه تسميت سورة يونس؟ هنقول معنيين. المعنى الأول ذكره بعض أهل العلم، وهو أن ما حدث ليونس أصلا شيء عجيب أصلا، وخلاف العادة وخلاف السنن الإلهية. اللي هو إيه بقى؟ العادة والسنن الإلهية تسير على النحو التالي: إن نبي يخرج فيروح يدعو قومه، فالقوم دول يكذبوا، يعني منهم من يؤمن طبعا بالنبي ومنهم من يكذب، وتشتد العداوة، فهذا النبي إما يدعو على قومه وإما أن يخرج من بين ظهرانيهم، وبعدين الله عز وجل يعذب جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. في فرق بين الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط اللي هو اللي جاهل وعارف إنه جاهل، ده إشكاله بسيط، يعني إشكاله سهل. المصيبة فين بقى؟ اللي جاهل ومش عارف إنه جاهل. جاهل ومش عارف، زي صاحبنا بتاع الإيه؟ كان لا يرد الدهن. هو جاهل ومش عارف إنه جاهل، فده جهل مركب من جهلين: جهل المسألة وجهل إنه إيه؟ إنه جاهل. خلاص نرجع بقى تاني ليونس عليه السلام. الجهل المركب ده بقى هو ده الإشكال الخطير جدا 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 في اللي بيدعوا إنهم صيادلة وهم مش صيادلة، واللي بيتصدروا للتعامل مع المرضى والكلام في صحة المرضى وهم أجهل من حمار تومة، أو أجهل، يعني المثال اللي انضرب في الفيديو ده. الجهل المركب إنه ده شخص مش بس جاهل. لو كان بس جاهل ده كان أمر هين شوية، لكن المشكلة إنه جاهل ويجهل أنه جاهل. هو مش عارف إنه مش فاهم حاجة، فمتخيل إنه على فكرة الشغلانة سهلة. يعني أنت مكبر الموضوع ليه؟ يعني أنتوا شوية بقالين أساسا. الموضوع إن أنا هجيب دواء من عراف وأديه للناس. قراءة الروشتات سهلة على فكرة. وبعدين إيه الصعب في إنه اللي عنده إسهال أديله أنتينال واللي عنده برد أديله كونجستال؟ مش حوار يعني. فهو فعلا جهل مركب، هو مش مستوعب. والحقيقه ان انا حتى لو قعدت اشرح قد ايه الموضوع صعب وعميق، وقد ايه ان الموضوع دوت ممكن يلخبط حتى الصيادله نفسهم، فهو بجهله مش هيستوعب ده. يعني والله لو جبت وديت له محاضرات هو في الاخر ما فيش يا جماعه، يعني مش جايبه معاه خالص. فانا شايف انه يعني وانا عارف انه في ناس منهم بيسمعوني ادعياء العلم ومدعي الفهم واللي شايفين انه الموضوع بسيط وسهل، دول عايز اقول لهم انتوا من اسوأ الفئات اللي انا قابلتها في حياتي. من اسوأ الفئات الناس اللي عندهم جهل مركب وعندهم اصرار على الجهل وعندهم تمسك عجيب
برايهم انه هم لا انا صح على فكره، لا انا صح، حتى لو جبت له بالادله انه اللي انت بتعمله دوت حرام يا ابني، يا ابني حرام، يا ابني ما ينفعش تعمل فيها دكتور وانت مش دكتور، يا ابني ما ينفعش تتعامل في صحه الناس وانت غير مؤهل لده، يا ابني ما ينفع. ده الشيخ اللي انتوا جايبينه قابض بقى، وانت بتألف في الدين على مزاجك، وهيفضل طول الوقت يطلع اعذار عشان يثبت لنفسه انه هو حلو وجميل وبسمسم، وانه كل الصيادله دول ما بيفهموش حاجه وجهله، وانه احنا جايين عليه يا عيني وغيرانين منه، وانه لا حول ولا قوه الا بالله، احنا واخدانا العزه بالاثم ومتكبرين ومش عايزين حد يبقى حلو ومش عايزين حد يبقى شاطر ومش عايزين حد يبقى ناجح، فاحنا من الغيره اللي قتلانا بنقول لمساعد الصيدلي وبنقول للدخله الجهله اللي مالين المجال يا جماعه سيبوكم من الشغلانه دي وروحوا اشتغلوا في اي حاجه تانية. يعني الواد بتاع علوم اللي عمال علوم جيولوجيا دوت، في واحد عرفنا في الكومنتات علوم جيولوجيا ده اللي هو مصر انه لا ده الموضوع سهل، دي بقاله واي حد عادي يشتغلها، ويعني حاجات من النوعيه دي، والموضوع بسيط، وانا ده سالته وطلع الموضوع ما فيهوش حرمانيه، ما اعرفش سال مين، انا مش عارف الحقيقه هو سال مين، وطلع الموضوع ما فيهوش حرمانيه، انا مش عارف مين الشيخ، يعني انا مش عايز اعرف الحقيقه، يعني انا عايز اقعد مع الشيخ اللي قال انه عمل غير الصيدلي كصيدلي ده مش حرام، يعني انا عايز اقعد معاه، لانه بنفس احنا هناخد المسطره دي بقى ونقيس عليها، يبقى اي حد مش مفتي يقدر يفتي، خلاص بقى احنا مش محتاجين اي تخصص بقى، اي حد مش مفتي يفتي في الدين، واي حد مش مهندس يشتغل مهندس، وتبقى بقى الحكايه سبهلله، واي حد يفتح عياده ويبقى دكتور، خد القياس بقى ايه، خد المسطره وشد يابا الخط وكده هيمشي على كله. فطبعا انا متاكد حاجه من الاتنين، هو كذاب مفيش حد اصلا افتله بكده، يا اما هو كان بينصب على الشيخ وبيحور في السؤال عشان ياخد اجابه معينه من الشيخ، تمام، يا اما الشيخ شغال مساعد صيدلي يعني فبيظبط الدنيا على مقاسه. يعني دي الخلاصه، لكن في راي فقهي، والراي الفقهي دوت يعني انا قرات طويل جدا، يعني التفصيل بتاع المساله، التفصيل بتاع الاراء بقى من كتب التراث ومن القران ومن السنه والعلماء واقوال راي، يعني مقال طويل، انا في مره فكرت ان انا احطه في التعليقات، بس للاسف هو طويل جدا، اصلا اطول من المسموح به في التعليقات واطول من المسموح به في الديسكريبشن، رد طويل جدا، فان شاء الله باذن الله انا هخصص فيديو مخصوص بس كده اقرا فيه الحكم الفقهي بالتفصيل ليه شغل الكفتاجيه في الصيدليه حرام. وانا بقول كفتاجيه طبعا، يعني اي حد بقى، ده لقب شامل، اي حد شايف ان هو صيدلي، خريج علوم، خريج بيطري، خريج تربيه، خريج تجاره، خريج دبلوم، كلهم خط واحد، يعني كلهم حاجه واحده، ما بتفرقش على فكره عندي، كلهم كفتاجيه. وعايز اقول لكم بقى انه بنفس القياس ده، بنفس القياس بالظبط، علشان احنا ناس حقانيين وكل هدفنا ان احنا نتقي الله، انا عايز اقول لكم انه الصيادله اللي بيروحوا يفتحوا عيادات تجميل وعيادات بشره وشعر ويشتغلوا شغل اطباء الجلديه، هم زيهم بالظبط زي الكفتاجيه اللي بيقولوا احنا صيادله، بالظبط يا جماعه، بالظبط هي نفس المسطره ونفس المقياس ونفس كل حاجه. مش معنى حضرتك صيدلانيه رحتي خدتي لك كورس طب لا جراحي ولا مش عارف تجميل لا هبلولي انك تروحي بقى ايه تعملي بقى عياده وتسميها سكين كير كلينيك، مش هقول ان هي عياده جلديه، هقول ان هي عياده على اساس ان السكين ده مش جلد، تمام، ده حاجه تانية، وتقولي لا ده انا واخده كورسات وانا اشطر من دكاتره الجلديه، وبيجي لي ناس راحوا لدكاتره جلديه وبهدلوا لهم وشهم وانا عالجتهم. حبيبتي انت كفتاجيه زيك زي بتوع علوم اللي جايين يشتغلوا في الصيدليه فاكرين نفسهم صيادله، ونفس المقياس بالظبط. واللي رايحه تفتح عياده تغذيه، مش من حق الصيادله انهم يفتحوا عيادات تغذيه، الوحيد المصرح ليه ان هو يفتح عياده تغذيه هو الطبيب
دكتور بشري خريج كليه الطب قسم تغذيه نيوتريشنست، ده اللي مسموح له يفتح عياده تغذيه. تمام. كذلك اللي بيعملوا ايه؟ لا بس هم دول. فاللي عايز اقوله، انت كصيدلي عندنا مجالات يعني احنا بنتوه فيها، مجالات كتير جدا ممكن الواحد يشتغلها، وكلها رسميه وكلها قانونيه وكلها شرعيه، وممكن تفيد المرضى فيها، وممكن تعمل فلوس فيها، وممكن تحقق ذاتك، وممكن تعمل انجازات عظيمه فيها. تسيب انت بقى كل المجالات المتاحه للصيادله وتروحي حشره نفسك مع اطباء الجلديه في تخصصهم. انت مالك ومال التخصص ده؟ طب عايزه تشتغلي حاجه كده، طب ما تروحي تعملي براند، روحي اعملي براند كوزموتكس، روحي اعملي تركيبات، صلب شغلك هو ده قلب شغلك. روحي اعملي تركيبات للعنايه بالبشره والشعر، اعملي غسول، اعملي سيروم، اعملي مرطب، اعملي حاجات علاجيه، اعملي حاجات للتساقط، ابدعي، وري العالم يعني ايه صيدلي شاطر متمكن في شغله. انما تروحي تجيبي اجهزه وتعملي عياده وبتاع، ليه؟ ليه؟ حرام على فكره، والله هي نفس الحرمه، والمال اللي داخل منها هو واخد نفس الحرمه بتاعت مال اللي شغال في صيدليه وهو عامل نفسه صيدلي وهو مش صيدلي، وبيدعي انه العلم سهل تعلمه. ما هو انت بتعملي نفس الغلط، تروحي تتعلمي حاجات تقولي اصل الموضوع سهل ايه؟ مين قال لك انه سهل؟ تعالي بقى وانا اوريكي الكوارث اللي بتيجي من ورا الناس اللي فاتحه سكين كير كلينيك، وستات وشها محروق وناس متدمره بسبب سكين كير كلينيك، واقفه فيها بقى صيدلانيه، واقفه فيها علوم، واقفه فيها كليه تجاره، واقفه فيها دبلوم، ما بتفرقش، لانه كله شايف العلم ان هو علم سطحي وسهل ان اي حد يتعلمه. ودي المصيبه، انه احنا متخيلين انه العلوم دي بقت علوم سطحيه، علم صيدله علم سطحي، علم الطب علم سطحي، كله سطحي، فاي حد ممكن يتعلم اي حاجه في اي كورس ويروح يفتح ويشتغل ويلعب في صحه الناس ويلعب في يا جماعه للمره المليون بقول، صحه الناس امانه هنحاسب عليها، ومال الناس وفلوسهم امانه هنحاسب عليها. فمش معنى ان انا بسلخ المساعدين اللي عاملين فيها صيادله والدخله اللي ما لهمش لازمه ان انا هطبل للصيادله اللي بيعكوا. لا يا حبيبتي، لا يا ماما، هو نفس العك ونفس المقياس، كفتاجيه كلكم ما بتفهموش فيها، وكلكم نفس حرمه المال ونفس حرمه العمل ونفس المصايب بتتعمل في الناحيتين. اللي واقف في الصيدليه فاكر نفسه دكتور، واللي فاتحه عياده فاكره نفسها دكتور. باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا، حق الله يحفظه جنود الحق والإيمان. فلا ظلم سيقهرنا ولا وجه سيضعفنا، فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا، واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. ربنا نحن من يرضي اللواء من سوانا، نحن للدين الفداء. ربنا نحن من يرضي اللواء من سوانا، نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا. يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا، إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا.
هو ذا الحب حين يحكى الأرض دكت بالعز دكا، ولقد فاز من تزكى بصيحة لبيك. ونذرنا إليك نذرا ولو هشيما بالريح نذرا، أبدا لن نحيد شبرا والله عن عيني. وبجسم النحيل إني أمن باسا من غير مني، ومع الله حسن ظني يفك الفحصان. وعليكم السلام يا برار. انا وصلت قدام المكان اللي كنت فيه المره اللي فاتت. هو نفس المكان ولا مكان مختلف؟ مش هو الاتش كيو صح؟ اللي هو المكان الكبير؟ اه تمام، انا دي هطلع لحضرتك. طيب ماشي اوكي. ثانية واحدة. ماشي. هتطلعي في الفلوج الجديد. هتطلعي في الفلوج بتاع بكره. نفس المكان. ايه الاخبار؟ اهلا 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 حضرتك. فين مع حد من التيم. اكيد هاجري وراك مش اول حاجه في التصوير مسجله كمان. الوحيد اللي واخد الحاجه بتاعتنا. الفلوج الجاي بقى بتفرج عليه. برضه برسنتج كويسه، غير طبعا البرسنتجز اللي كانت موجوده في الريزلتس. فده طبعا كله يعني مع الايجيبشن ناشونال هيلث برايورتيز واليو ان سستينبل ديفلوبمنت جولز. تمام. ماشي معاهم كويسه، الله يعينك معانا. لسه في حد بره ولا كده؟ تمام تمام. طيب كم حد هنا حضر قبل كده يرفع ايده؟ تمام. مين اول مره يرفع ايده؟ طيب في عدد برضه مش قليل. يا دكتور لو حضرتك هتقول لنفسك نصيحه وانت لسه طالب بعد الرحله الطويله دي بقى، اشتغلت في ميديكال ريب وشركات وصيدليات وكلينيكال ومعيد وفتحت شركه وفتحت صيدليه وعملت حاجات كتير، ايه النصيحه اللي هتقولها لنفسك وانت طالب؟ هقول لكم النهارده 7 نصايح، وفي نصايح كتير تتقال بس انا هختار منهم 7 بس. ماشي؟ حلو 7 ولا نزود ولا نقلل؟ لا يصحوا كده، اصحوا. اول نصيحه، افضل علم تتعلمه هو علم الوقت، العلم اللي مطلوب منك دلوقتي. من الحاجات اللي يعني لسعتني فيها التجربه بعد ما اتخرجت اني ما كنتش مدي المواد البيزك. عارفين الحاجات البيزكس دي اللي هي كيمستري والاناليتيكال والاورجانيك، مش عارفين الحاجات دي بيزكس، ما كنتش مديلها الاهميه بتاعتها، لانه ما حدش الحقيقه فهمنا او فهمني ايه قيمه انك تركز على البيزكس دي. بس ليتر بقى اتعلمت انه البيزكس دي هي الاساسيات اللي بتبقى مرميه تحت كده عشان تطلع عليها بالبنى بتاعك. فمثلا لما جيت اذاكر كوزموتكس بعد ما اتخرجت بشكل بروفيشنال بقى واحترافي، لقيت نفسي عشان اذاكر الكوزموتكس بروح اراجع على الكيمستري
وبروح اراجع السيوتكس وغير الفسيولوجي طبعا عشان اعرف السكين كومبوزيشن والهير كومبوزيشن، عشان اعرف ازاي الدنيا بتشتغل في بعضها والميكانيزم في اكشن بيكون ازاي. فلقيت نفسي راجع للبيزك ساينس اذاكرهم وراجعهم علشان خاطر افهم الحاجه البراكتيكال اللي انا عايز اشتغل عليها اللي هي الكوزموتكس. تاني نصيحه، السؤال اللي بيجي كتير، يا دكتور ايه احسن دبلومه اخدها بعد التخرج؟ يا دكتور اخد نيوتريشن ولا كوزموتكس ولا كلينيكال؟ طيب ايه احسن مجال اشتغل فيه بعد التخرج؟ طب ازاي اسافر المانيا بعد التخرج؟ فدي الافكار كانت شاغله بالي برضه، وهي اللي شاغله بالكم. مين بيفكر في الافكار دي؟ مش لوحدنا، في ناس ما بتفكرش في الحاجات دي، غريبه. انك تفكر في الحاجات دي كحاجه عاديه من باب ان احنا عايزين نعرف بس المتاح ايه، دي حاجه كويسه. لكن اللي انا بشوفه انه في طلبه، وانا وقعت في الغلط ده برضه، بنحمل نفسنا حمل مش وقته. ده انا بأرهق نفسي في التفكير في انا اخد ايه بعد ما اتخرج وانا لسه في سنه ثانيه. طب انت بس عدي الترم وربنا يفرجها يعني ان شاء الله خير، عدي الترم على خير. فما تحملش نفسك حمل مش في وقته خلاص، لانه فكره هو واتس نيكست والمستقبل فيه ايه واعمل ايه واذاكر ايه واخد دراسات ايه وكده، دي مش هتخلص خالص. يعني حتى بعد ما اتخرج واشتغل هفضل بفكر طب اكمل ولا شفت. بسألوا دكاتره الكليه نفسهم، مش ده دكتور وستيبل هو مستقر وتمام وعارف الكارير بتاعي، يسالوه دكتور انت مستقر ولا بتفكر؟ تراودك نفسك كده، انت عايز تغير، في اوبشنز تانية. طب اسافر ولا اقعد؟ طب استقيل، انا عايز استقيل صح؟ فالفكره دي مش هتبطل. فما تشيلش نفسك دلوقتي حمل انت مش محتاجه. خلاص احنا بنعرف من باب ان احنا بنعرف، لكن انا بشوف الطلبه بتبعت بالحاح وباصرار شديد، هو عايز يعرف ويحدد ويقرر ايه الدراسات العليا اللي هياخدها بعد ما يتخرج هو في ثانيه او ثالثه. ما تعملش كده بقى، عيش اليوم ماشي. ثالث حاجه، من اول يوم ليك في الكليه انزل اشتغل اتدرب دي شهر شهرين، لكن بعد كده اشتغل. اللي هتكتسبه في الشغل من مهارات مش هتكتسبه في حته تانية غير في الشغل. اصطدامك واحتكاكك بالناس مش هتشوفه غير في الشغل. الكليه فتره كبيره 5 سنين او 6 سنين، حرام ان الفتره دي كلها تضيع عليك من غير ما تكتسب مهارات تخليك تعيش حياتك بعد كده، تخليك شخصيه قويه في حياتك، من غير ما تكتسبي او تكتسب مهارات تخليك زوج سوي صالح. وانت مش معقول هنبدا بقى نشوف انا هبقى زوج ازاي وانا رايح اخطب بعد ما اتخرجت، ما شلتش مسؤوليه في حياتي خالص. انا راجل كليه وقهوه وبلاي ستيشن وحجز كوره وصباح الفل، وبعدين نرجع ان بقى ندخل في خناقات. طب انا متجوز وعايز اقعد على القهوه وهي مش عايزاني اقعد على القهوه، اتعودتش انا غير على قعده القهوه، فندخل بقى في الدوامه دي. فمن بدري اتعلم شيل المسؤوليه. لو قدرت تشتغل اشتغل، طيب ما قدرتش او مش متاح، في الشغل التطوعي والعمل التطوعي سواء جوه الجامعه او بره الجامعه. المهم عندي انك تشيل مسؤوليه، لازم تشيل مسؤوليه، تبقى مسؤول عن حاجه وتكون قدها، ومش انا هتطوع يا دكتور بس مش عايز اشيل مسؤوليه. ولو لقيت في مسؤوليه وفي التزامات وفي حد بيقول لي عملت ايه وما عملتش ايه، لا فككوا مني، انا هروح اذاكر وخلاص. لا. رقم 4، من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا واللي كنت اتمنى انه حد يركز لي عليها قوي 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 قوي، اختار صحابك كويس. ايوه كل واحده بصت جنبها على صاحبتها. اختار صحابك كويس قوي. الكوميونتي بتاعك اللي انت فيه
بيحدد افكارك بنسبه كبيره جدا، وبيحدد سلوكك بنسبه كبيره جدا. ده صعب جدا ان انت تخرج بره كوميونتي انت محوط نفسك بيه. فانت في وسط شباب صباح الفل، الشله كلها قاعده، خروجات، بلاي ستيشن، فسح، بتاع، بنذاكر قبل الامتحان بنص ساعه، دنيا في الروقان. ايوه، انت متخيل ان انت هتخرج بره الاطار ده هتوصل فين؟ حتى لو انت شخصيه قويه وكاريزما قوي وعارف تخرج، بس هتخرج لحد فين؟ طب تخيل العكس، لو انت في كوميونتي لا عيال بقى جدعان وشغل وبينزل ويشتغل وكورسات وبيهرك نفسه وبتاع، وفي بروجكت مش عارف فين انا رايح له متطوع في الحته الفلانيه ورايحين قافله في اخر الدنيا شكلك هيبقى ازاي؟ فرق اختلاف كبير جدا 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 في شخصيتك، في طريقه تفكيرك، في تقييمك للامور، ايه اللي تافه وايه اللي مش تافه. يعني انا عندي ماتش كوره، يعني ايه ميزان ماتش الكوره في وسط الاولويات؟ في ناس عندها ماتش الكوره ده شيء مقدس، سواء هلعبه او اتفرج عليه هو شيء مقدس، كل شيء يذهب من اجل ماتش الكوره. في حين ان في ناس تانية بالنسبه لها ده قشطه، يعني والله فاضي هتفرج، مش فاضي مش اولويه. ايه اللي خلى ده يحدد الاولويه دي وده يحدد الاولويه دي؟ الكوميونتي اللي هو عايش فيه، الكوميونتي اللي هو مغروس وسطيه. وانا قبل كده على الستيج دي كنت قلت دراسه او اتنين عن فكره ازاي المدخلات اللي بندخلها لدماغنا بتاثر بشكل قوي جدا جدا في سلوكنا. مين فاكر؟ فاكر ايه استادي ايه؟ اللي الصوره اللي كانت محطوطه في الكافيتيريا، كان في استادي تانية، الميلك شيك، صح؟ كويس، فاكرين. احنا عندنا بالادله العلميه، وعندنا اصلا يعني من غير ادله علميه، يعني عندنا في السيره وفي في القران والسنه وكل شيء، انه الشيء اللي انت بتحط نفسك فيه والمجتمع والوسط اللي انت بتكون فيه والاشياء اللي انت بتدخلها لنفسك بتقرب منك، بتدخلها سواء فيجوالي بصريا او سمعيا او ايا كان، بتنعكس بشكل كبير جدا على سلوكك بدون وعي منك، بدون وعي. وهي دي المشكله وده مكمن الخطوره. فنرجع للنقطه الاولانيه، الصاحب ساحب، صح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ الجليس الصالح الصالح دوت زي ايه؟ حامل المسك. حامل المسك يا اما هيدي لك حاجه حلوه تشمها، يقول لك خد ازازه البرفان دي هديه، يا هيرش عليك، يا انت هتشم منه حاجه حلوه، يعني انت مستفيد في كل الاحوال. في حين انه نافخ الكيري الراجل اللي شغال في الحداده، يا اما شراره هتطلع تحرق لك القميص، يا اما دخانته هتخنقك، يا هو ريحته اصلا عرق وربنا من العالم بيه، فانت مضرور. اوكي، خلي التشبيهين دول في دماغك وانت بتفكر في الكوميونتي اللي انت قاعد فيه. طيب اذا ما لقيتش الكوميونتي، سؤالك اذا ما لقيتش مش لاقي الكوميونتي ده خيال علمي يا دكتور، مش موجود. سير وحيدا، تعلم السير منفردا، مفيش مشكله. زي سيدنا ابو ذر رحم الله ابا ذر. سيدنا ابو ذر كان عايش لوحده، يمشي مع نفسه، يعيش مع نفسه، ويبعث وحيدا. خلاص؟ وعايز اقول لكم على حاجه كويسه، ابشركم بالخير الناس اللي مش لاقيه الكوميونتي اللي يساعدها ويحقق طموحها. انت لما تسير منفردا هتلاقي نفسك بتروح للي شبهك. يعني انا عايز اروح الجيم، مفيش حد من صحابي عايز يشجعني، كلهم عيال تعبانين مش منهم رجا، بس انا عايز اروح الجيم. جرب تروح الجيم لوحدك، انت هتعمل صحاب في الجيم. انت مش هتروح الجيم قاعد مع نفسك كده في جنب، انت بتروح وبتقف على الجهاز وفي حد وبتاع، طب ايه الاخبار، خلصت؟ طب ممكن تمرينه معاك، اسمك ايه؟ فلان، شغال فين؟ انا في كليه كذا وانت في كليه كذا، انت تعرفنا، طب هنخرج. فبدات اعمل صحاب في الجيم، بقى عندي اصلا كوميونتي خاص بالجيم اوريدي، مش محتاج صحابي دلوقتي عشان يشجعوني، ده انا عندي 3 4 5 اصلا من العيال اللي هم دايسين في الجيم بقالهم سنين، وانا لو اتاخرت بيكلموني، انت ما جيتش النهارده ليه؟
شفناكش بقالك يومين. اوكي، وهكذا في كل شيء بقى. شوفوا انتوا عايزين ايه وهتلاقي نفسكم بتروحوا للمكان اللي بيلمكم. طيب كده رقم كام؟ 4. تمام. ايه سؤالك بقى؟ ان شاء الله ده يتسجل بقى. في احمر؟ معلش مش هتطلع في الفلوج اللي جاي. ما كانتش بتسجل. اولا ازي حضرتك يا دكتور؟ انا اتشرفت بحضرتك جدا. سؤالي ازاي نعرف فرص الانترنشيب؟ ماشي. فرص التدريب هتلاقيها تمام، اولى او ثالثه او خامسه ما بتفرقش. فرص الانترنشيب كلها بتكون موجوده غالبا على لينكد ان. لينكد ان، عندك اكونت على لينكد ان؟ اعملي اكونت على لينكد ان وابداي تابعي بقى الشركات والناس الاشخاص اللي بتنزل الانترنشيبس اول باول. لو نزلت تدريب في صيدليه، بما ان انا في سنه اولى، عادي صيدليه عاديه ولا لازم اسم صيدليه كبيره؟ اي صيدليه، المهم تنزلي. المهم تنزلي حتى لو تحت البيت مش مشكله. البدايه يعني الطلعه اللي في الاول دي انزلي اي صيدليه. كده كده الصيدليه اللي انت بتنزلي فيها اول مره غالبا ما بتشتغليش فيها، ولو اشتغلت فيها بيديلك مرتب تحت الارض، لان هو بيفضل طول الوقت شايفك ايه؟ النونو اللي جايه تتدرب. فانا يعني يوم ما اديها مرتب هديلها مرتب صيدلي، لكن لما تسيبي الصيدليه دي وتروح صيدليه جديده هو ما يعرفش، هو شايفك صيدلانيه جايه تشتغل، بيسالك كام سؤال لاقي بتجاوبي فتمام. هو ما يعرفش ان انت لسه متدربه بقالك شهر واحد، ما عندوش الخلفيه دي. هتعرفي هتعرفي ان شاء الله، بس الفكره انك تكوني فعلا اتدربتي. التدريب اللي هو من غير اجر دي، مده التدريب من غير اجر تقعد قد ايه؟ مده التدريب الكويسه اللي تشتغلي بعديها تختلف من واحد للتاني ومن صيدليه للتانيه، مفيش ستاندرد، مفيش قاعده ثابته. بس انا دايما بقول انه الشخص المجتهد بيشتغل على نفسه وماشي على بلان شهر قرايه الروشتات هتبقى شاطر فيها جدا بنسبه 80% في شهر. وحالات الاو تي سي لو انت مذاكر، او لو انت خلينا نقول نختصر الموضوع، لو انت واخد كورس في شهر، لانه خلاص هو الكورس لم لك الدنيا، فانت لميت الاو تي سي من الكورس، لميت الروشتات من الصيدليه شهر واحد، وبعد كده ممكن تقدم على شغل. بس مش شرط يعني بعد الشهر تشيل شيفت، بس انا هعرف اشتغل. عفوا. دلوقتي انا عايزه اعرف ايه مؤهلات اللي انا المفروض ابقى اكتسبها من دلوقتي عشان في مجال الهوسبيتال مانجمنت، وهل ده هيبعدني عن صيدله اساسا ولا لا؟ اوكي. اداره المستشفيات، ايه اللي انت محتاجه تتعلميه دلوقتي عشان تشتغلي في اداره المستشفيات؟ ولا حاجه. تريننج معين ولا حاجه، ولا اي حاجه. مش مطلوب منك وانت طالب اي حاجه خالص عشان تشتغلي في المجال ده. بعد ما تتخرجي وتشتغلي في مستشفى، وما بتبدايش اصلا في المانجمنت، بتبداي عادي صيدلي عادي، وبعدين تاخدي دبلومه في الهوسبيتال مانجمنت او تاخدي دراسات عليا في الهوسبيتال مانجمنت، وتستني اقرب فرصه تدخلي فيها الهوسبيتال مانجمنت. لسه تراك طويل، فده مش تراك تشغلي بيه نفسك دلوقتي خالص لان مفيش حاجه هتعمليها دلوقتي هتفرق معاكي. بالنسبه للتدريب في الصيدله، يعني ايه اللي ادور عليه؟ يعني مثلا اللي اعرف اللي قدامي مثلا بيدربني بطريقه صح، تدريب او استفاد يعني من الفتره اللي انا هكون موجوده فيها في الصيدليه. تمام. ازاي تعرفي ان اللي بيدربك صح؟ بصي، هو موضوع يعني ايه ده يطول شرحه، بس هو ملخصه موجود في فيديو ساعه على اليوتيوب. خطه التدريب، في خطه تدريب كده من 4-5 اسابيع انا قايلهم، امشي بس على البلان دي، او يعني ربنا يكرمك وتلاقي حد يمشي معاك البلان دي. بس هي ديت خطه كويسه هتعمليها اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، رابع اسبوع، بحيث تلمي اكبر قدر من الامراض ومن شغل الاو تي سي ومن الروشتات في شهر واحد. بس حتى لو ما لقيتيش حد يساعدك فيها، انت اوريدي عارفه البلان وبتشتغلي على نفسك فيها. حلو السؤال. اسئله ثانيه؟ ايه السؤال اللي عندك انت بقى؟ حضرتك البيان اللي حطيتها حسيت ان هي ضغطها كبير جدا، ان انا نزلت صيدله. انا اتفرجت على الفيديو قبل ما انزل وعرفت ان المطلوب مني ايه، بس لما كنت بنزل انا كنت بنزل شيفت حوالي 9 ساعات او 10 ساعات، يعني انا كنت بنزل تدريب بس كنت بقعد اطول فتره عشان يعني استفيد وكده، فكنت بروح تعبانه وما بقدرش اكمل البروجرام.
فيعني حاسه ان هو كان زياده قوي. غالبا الصيدليه اللي كنت بتشتغلي فيها كانت صيدليه ضغطها عالي، الريت عالي، يعني بتشتغلي بتقعديش. لا هدي عدد الساعات شويه. لو هي الضغط بتاعها عالي هتهدي عدد الساعات عشان يكون عندك وقت تذاكري المحتوى اللي انت المفروض هتنزلي تطبقيه وتشتغلي عليه. لو هي الصيدليه اصلا رتمها هادي طولي فيها وذاكري فيها. يعني بقى انت على حسب بقى، يعني ربنا يكرمك. الصيدليه اللي انت فيها دي كويسه، طالما الريتم بتاعها عالي هتتعلمي كميات كبيره وحاجات كتير في وقت قصير، دي ميزه حلوه جدا. بس هي مشكلتها ان انت بتروحي تعبانه فمش قادره تذاكري، فانت بدل ما بتشتغلي 10 ساعات 6 حلوه قوي. في البدايه من 6 ل 8 ساعات ماكسيمم، وتروحي عشان تريحي عشان تعرفي تذاكري حاجه بس، واعملي تايم مانجمنت لنفسك. بستغل ده وان انا بنزل فيديوهات على اليوتيوب فلوجات اليوم بتاعي في الصيدليه بيبقى عامل ازاي. تمام. عشان نعلم الطلبه او نعلم الصيادله نوصل لهم البراكتس الصح، يعني الى حد ما الصح لما اجتهد يكون ازاي، لانه كله بيقول كلام نظري فهم عايزين يشوفوا ده بيتعمل ازاي في الصيدليه. فالنهارده بقى يوم مختلف، انا مش بصور الصيدليه، انا بصور الرحله بتاعتي في ايجاست. تمام. وزيارتي لايجاست وكده. فعايزين نستغل الوقت الجميل ده. تمام. ودي نصيحه بقى للطلبه. هو انا بالنسبه للنصيحه طبعا انا في الاول ما كنتش عايز ابقى صيدلي، لان انا يعني كنت يعني نفسي ابقى طبيب قوي، لان كان عندي مشكله صحيه وانا في 6 ابتدائي. بس على الرغم من كده يعني المجموع بتاع الثانويه العامه زقني ابقى في صيدله، ولكن انا استمتعت بالمهنه دي جدا، لان انا اكتشفت ان انا وانا في الصيدليه على الرغم ان في ناس كتير من الصيادله ما بيحبوش يقفوا في الصيدليه، قدمت خدمات جليله جدا لمرضى، وان هم كانوا بيدعوا لي جدا نتيجه ان انا اهتميت بحالتهم، خدت الفيدباك بتاعهم على استخدام الدواء، عملت لهم ادجستمنت للدوز. فهو لازم الصيدلي مش بس ان هو يكون فاكر ان هو هو حلو ان هو ياخد البيزك ساينس، بس الابلكيشن على ارض الواقع ان هو يبدا يروح سواء كان في مصنع او في اي مكان. والصيدليه انا شايف ان هي المكان اللي الواحد فيه بيقدر يوصل للمفهوم بتاعه، من احياها فكانما احيا الناس جميعا. ازاي ان انا قاعد الشعار بتاعي موجود بره عباره عن كاس وعليه تعبان، يعني انا معايا كتله من السموم انا خازن عليها. عشان كده احنا بنعلم الطلبه في حاجه اسمها البروفيشنال فيجيلانس، يعني لازم الصيدلي المدير يكون موجود في الصيدليه. لو كل المهن التانية ممكن صاحب المهنه يسيب المهنه بتاعته، الصيدلي اللي واقف على كميه كبيره من السموم جوه لا لازم يبقى موجود، هو مسؤول عنها لانه هيستخدمها عشان علاج هؤلاء البشر اللي هم المرضى اللي هم بيجولوا في اضعف حالاتهم. فانا بصراحه يعني شايف ان الانسان لازم ان هو يذاكر البيزك ساينس، بس لازم ان هو كمان يبدا ان هو يدرس يعني نفسيه العيان، ازاي ان هو يستخلص منه المعلومه، لان هو ممكن لو طلع المعلومه دي من العيان حتى لو كان الطبيب ما كانش عنده الفرصه، في معظم الاطباء الكويسين بيقدروا يطلعوا المعلومه من المريض، ان هو ايه المشاكل اللي كانت عنده صحيه اللي لا تتناسب مع الادويه، ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده عنده بالنسبه لدواء يحصل مثلا انتر اكشن ما بين دواء ودواء، ان يبقى في دوايين ما ينفعش يتاخدوا مع بعض. الكلام ده مش هيجي غير ان الصيدلي لازم يكون مبتسم، لازم يكون بشوش. هو قدامه مريض ربنا رفع القلم عنه قليلا، يعني ربنا بيقول ان ربنا يعني الحديث القدسي بيقول مرضت فلم تعدني، فقال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال له الم تعلم ان فلانا مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. يبقى ربنا مع المريض يخلي الملائكه ما يكتبوش سيئاته. فبقى انت لما يجي لك هذا المريض ما تبقاش بشوش في وشه وما تكلموش، ما تعرفش الامه، فتعرف كده. الحاجات دي كلها بتخلي ان الصيدلي انا بدرسها للطلبه هو تاني اكبر مهنه بعد النيرسينج في الاونستي، يبقى الواحد بيكون عنده امانه، يعني فالامانه دي هتبقى شيء مهم جدا، او يبقى يفرح بان هو قدر يوصل للمريض
لحاله ان هو في احسن حال باستخدام هذه الادويه وصل له. فطبعا ده انا شايف ان هو شيء كويس، نتعلم على الاساس ده، نتعلم ازاي سيكولوجيه المريض وازاي ان احنا نتعامل معاه. انا شايف ان وجودي في الصيدليه اللي هي الناس بعضيها بتشوف ان الكوميونتي فارماسي دي مش حاجه مش كويسه، لا ده هي حاجه جميله جدا لو الانسان خد الكونسبت بتاع اللي انا كنت عايزه لما ابقى طبيب يعني، ولقيته في الصيدلي، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. والله وان شاء الله يعني ربنا يجيب الخير، واحنا نامل من كمان الشباب الجديد ان هو بس ما يوقفش على قد الصيدليه والمصنع، ان هو يبداوا يحضروا الرو ماتيريالز عشان مصر تبقى يعني منفصله اقتصاديا عن اي اقتصاد تاني بيقدر يمنع عننا الرو ماتيريالز فيمنعنا من التصنيع. احنا عندنا ما شاء الله يعني كفاءات عاليه جدا في التصنيع، ننقصها فقط ان الرو ماتيريالز تكون متوفره. فربنا واحنا بدانا يعني الحمد لله انا والزملاء يعني في حاجات زي كده ان شاء الله، ومن حاجات ناتشرال عشان نبقى ايكو فريندلي. تمام حاضر نخلص بس ان شاء الله. تمام يا فندم، احنا سعداء قوي قوي والله احنا اسعد والله انا اسعد جدا والحقيقه والله وانا بنستنى حضرتك يعني. كل مره باجي اي جاست هنا انا بكون سعيد جدا بمستوى التفاعل اللي بين الستاف بتاع الدكاتره وبين الطلبه، لانه الايمج اللي احنا متعودين عليها انه دايما ستاف في الجامعه دوت بيبقى شايف نفسه فوق البشر ويعني التعامل مع الطلبه بيبقى ايه يعني بالقطاره، لكن هنا في جو الحقيقه من ال يعني ايه صحوبيه، بس طبعا بشياكه وبقواعد حلوه كده، ودعم غير محدود الحقيقه انتوا بتدعموا بيه الطلبه. والمره اللي فاتت برضو انا جيت كان في مسابقه اللي هي بتاع الدكتور شريف كان وقتها المره اللي فاتت، فالحقيقه يعني ايفورت هايل بتعملوه، وانا مستبشر خير ومتفائل بالخريجين اللي هيطلعوا من الجامعه هنا ان شاء الله. ان شاء الله. يوم جميل مرهق جدا جدا، وانا الحقيقه فاصل ولسه قدامي سفر ان شاء الله عوده، بس يعني انا استمتعت باليوم مع الناس الجميله في اي جاست، ودايما الحقيقه هم ناس منظمين ومرتبين، شغلهم حلو، روحهم حلوه، بستمتع اني اكون معاهم. اتمنى ان انتوا برضو تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا من الفلوج المختلف ده. اشوفكم في يوم تاني، الى اللقاء.